البداية أنا أحب أقول رحمة الله على أخونا ذياب، والله يسكن إن شاء الله في فسيح جناته. بالنسبة لي أنا كنت صراحة من أوائل اللي وافقوا على المشاركة في هذا التكريم، وكنت سعيد جدا صراحة باللفتة الطيبة اللي كانت من الأخوان، خصوصا أخص فيهم الأخ عبد الله الحمدان. وكان كل شيء مهيأ صراحة يعني. تحت سقف واحد وفي هذه الأمسية الرائعة. فقرة التكريم الأولى في ليلة الوفاء هذه هي تكريم من ما زالوا يقدمون لنا إبداعاتهم. بعضهم ترك القميص الدولي لكنه ما يزال مشعاً في الإطار المحلي. نجوم لمعت وسطعت وما زالت. قبل أن نقدمهم فرداً فرداً نقدمهم عبر هذا الفيلم الوثائقي عن بعض من اللمحات التي قدموها في ملاعب الكرة. لكل زمان دولة ورجال. رحل رجال الأمس بكل حكاياتهم وقصصهم الرائعة، والحكايات المميزة وجب عليها الاستمرار، ولكن بأبطال جدد يمضون في إكمالها. تلك هي منهجية الكرة في شتى بقاع الأرض، ونحن وبواجب الوفاء نضع نقاطا على حروف كونت كلمة شكر وتقدير. شكر وتقدير لمن احترم اللعبة الأشهر على مستوى الكرة الأرضية. شكر وتقدير لمن كان له حق الوصول لقلوب المتابعين والعشاق. شكر وتقدير لمن ساهم في إكمال مسيرة الجمال. شكر وتقدير تعبر عنها شركة هاتريك الكويتية للخدمات الرياضية بقيادة الأستاذ عبد الله الحمدان لهؤلاء النجوم، يوم أن ملكوا موهبة ولم يبخلوا في إظهارها بأحلى حلة. قدموا وما زال بيدهم الكثير. على مستوى الخليج لم تبخل كرتها في إعطائنا أسماء ترينا روعة أداء وفن قيادة وأسلوب جديد في تكوين تلك الكرة الساحرة. لذا دعوني أحكي لكم عنهم. أوراق النجوم في ربيع السعودية ما زالت تنعم، فمن منا لا يعرف حجم القناص الهلالي وكاسره وآسره ياسر القحطاني الذي أبهر البصر محليا خليجيا عربيا وآسيويا. مهاجم لم يعرف غير الشباك صديقا، يصل إليها عبر محطات المهارة المجنونة والسحر الذي لامس فن الأباطرة. تقف أمامه تشاهد وكأنك ترى ما يقدمه هوليوود. مشهد يحكي قصة هدف بدأها بالإثارة المجنونة وطار إلى الكوميديا الساخرة وأنهاها بالخيال المستحيل، لينتقل بعدها إلى مشهد رومانسي ترى فيه القناص وهو يمسك سهمه يحاول اقتناص المزيد من القلوب، كتعبير عن أعظم مشاعر الحب بينه وبين عشاقه. من أجل هذا رفع الكاسر لقب الأفضلية الآسيوية عام 2007. من أجل هذا هو ياسر القحطاني. هؤلاء النجوم الذين صنعوا تاريخا وما زالوا هم نجوم الأمس واليوم، نرفع لهم القبعة ونردد: حييتم يا مواهب الأمس ويا نجوم اليوم ويا قادة الغد والمستقبل. حييتم. إليك أخي بتال، أرنا ما تجود به نفسك، فلم أجد من الحروف ما تكفي وصفهم. قدم تحيتك بأسلوبك فهم يستحقون تحايا الذهب. نطلب من الأستاذ منصور الخضيري وكيل الرئيس العام لرعاية الشباب في السعودية الصعود إلى المنصة لتكريم
النجوم المعاصرين. أستاذ عبد الله الحمدان. قائد المنتخب السعودي وثاني هداف في تاريخه ياسر القحطاني. ندعو النجوم المعاصرين الحاليين اللي تم تكريمهم لالتقاط الصور التذكارية الآن على المسرح مع الأستاذ منصور والأستاذ عبد الله الحمدان. يلا يا شباب. نطلب من الهداف السعودي ياسر القحطاني الصعود للمسرح لتكريم الدولي الكويتي الهداف أحمد عجب. لا ما حطيتها، ما حناديها، لو يحب السماء ما يطلع بس. نطلب من أسطورة الكرة الإماراتية عدنان الطلياني الصعود لتكريم الحكم الكويتي المونديالي سعد كميل. مش بس